ما تيجي اقول لكم على اكله لو جربتوها انا متاكده ان انتوا مش هتبطلوا تعملوها علشان هي حلوه وسهله وطعمها كمان كان رهيب. بجد يا جماعه اكله حلوه جدا. تعالوا بينا النهارده مع بعض هنعمل كباب الحله بصدور الفراخ. مش قادره اقول لكم الاكله دي بجد كان طعمها حلو قد ايه. عملناها في وقت قليل جدا وطلعت بالجمال اللي احنا شايفينه ده. عملت كمان معاها بطاطس. البطاطس طلعت دايبه ومستويه وشاربه كده كمان من الصوص اللي احنا عملناه وطعمها حلو جدا. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف المقادير ونشوف عملنا الأكلة الحلوة دي ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما ننساش بقى نعمل لايك وشير للفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف المقادير. عندنا صدر كده على بعضه حوالي 600 جرام. هبدأ بقى كده أقطعه لأن أنا عايزة أقطعه كده مكعبات متوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة. شايفين هقطعه كده بالطول الأول وبعدين هرجع أقطعه مكعبات. هوريكم بقى كده حجم المكعبات بتاعتنا. احنا مش عايزينها لا كبيره قوي ولا صغيره قوي عشان لو صغيره هتتهري معانا واحنا بنسويها. ده حجمها اهو شكلها. هناخد بقى كل الكميه دي بعد ما نقطعها كلها بالشكل ده، وهناخدها بقى كده نغسلها بملح وليمون ودقيق، وهنصفيها كويس جدا من الميه. وتعالوا بقى بعد كده هنشوف هنعمل ايه. عندنا بقى حله على النار هضيف فيها معلقتين كبار من السمنه، او معلقه كبيره من السمنه مع معلقه من الزيت، او زيت، اشتغلوا باللي انتوا حابينه. هبدأ كده السمنة تسخن عندي كويس. هنزل بقى كده بالفراخ. هشوح في الفراخ شوية، وهرش عليها رشة بسيطة من الفلفل الأسود علشان تديني كده ريحة لطيفة. هشوح في الفراخ شوية لحد ما لونها كده يبدأ يتغير وهيفتح معايا زي ما هنشوف دلوقتي. شايفين هنا لونها اتغير خالص ازاي وفتح اهو. طبعا كنت محضرة جنبي بقى البصل، عندي 4 بصلات كبار مقطعاهم كده جوانح هنزل بيهم على الفراخ. هقلب بقى البصل كده والفراخ شويه، ومش قادره بقى هنا اقول لكم الريحه بتاعتها عامله ازاي واحنا لسه ما حطيناش اي توابل. هنزل بقى عليهم كده بمعلقه صغيره من السكر علشان انا عايزه اكرمل البصل وياخد كده اللون البني. هشوح فيهم شويه مع بعض وهبدا بقى انزل بالتوابل. معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، نص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره كمان من الكاري. هقلب بقى الفراخ كده والبصل مع التوابل زي ما احنا شايفين، وهغطيهم بقى حوالي 5 دقايق كده على نار هادية علشان يبدأوا كده ينزلوا ميتهم مع بعض ويبدأوا كمان يشربوا المية بتاعتهم. هرجع هنا بقى أضيف كوباية من المية المغلية. هقلب كده الفراخ مع المية المغلية شوية. هرجع بقى أغطي عليهم برضو حوالي 3 دقايق أو 4 دقايق، وتعالوا بقى نشوفهم. بصوا بقى الاكل بتاعنا خد اللون المكرمل ازاي بتاع البصل. شايفين اللون بتاعه بقى بني ازاي، هو ده اللون اللي انا عايزاه. رجعت تاني حطيت نص كوبايه من الميه المغليه، قلبتهم كويس جدا كده مع بعض، وكل ده احنا شغالين على نار اقل من المتوسطه. عندي بقى فلفلايه رومي او كمان فلفلتين رومي، طبعا هنا دي حسب الرغبه، بس هي بتدي كمان للاكله طعم حلو جدا. نزلت بالفلفل وغطيتهم بقى كلهم مع بعض وسبتهم برضو حوالي 5 دقايق. بعد كده كنت مجهزة بقى بطاطس مقطعاها مكعبات كده ومحمراها ومجهزاها جنبي. نزلت بالبطاطس على بقى الأكل الجميل بتاعنا ده. طبعا مش هنقلب كتير في البطاطس علشان البطاطس ما تتهريش لأن هي كده مستوية ومتحمرة معانا. قلبتها تقلبتين بس. وقبل ما هطفي بقى على الأكلة الحلوة دي هضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من ال7 بهارات. مش قادرة يا جماعة أقول لكم ال7 بهارات بتعمل إيه في طعم الفراخ دي، بتخليها حلوة جدا. خلاص خلصنا الأكلة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، وشلناها من على النار، قدمناها كمان في طبق التقديم. وبصوا بقى شكل الاكله بتاعتنا عامل ازاي. بصوا يا جماعه، بجد ريحتها حلوه جدا وطعمها كمان حلو جدا، وما خدتش مننا وقت خالص كده زي ما احنا شايفين، وطلعت بالجمال اللي قدامنا ده. بجد رهيبه. اكله سهله وبسيطه. ويلا بقى جربوها واعملوها وقولوا لي رايكم فيها ايه في التعليقات. وكمان لو حابين نعمل اي وصفه مع بعض قولوا لي عليها وانا اعملها لكم ان شاء الله. وما تنسوش بقى تعملوا احلى لايك واحلى شير للفيديو علشان يوصل للناس الحلوة الجميلة اللي زيكم.